ماذا فعلت هذه المرة؟ ماذا تقصد بقولك هذا؟ هناك سبب واحد لتخرج الفتاة مسرعة. أخبرني، أليس كذلك؟ لا أدري، إن نوعها لا أتحمله كثيرا. وأي نوع هذا؟ مملة، أقابل مثلها دائما، وأقوالهن نفسها أيضا. أكره النساء المملات. لست مضطرة أن تبقي هكذا. بالتأكيد إنه هام، لم أرد أن ينكسر. أنا آسف. حسنا، لا عليك. إن المكان مزدحم. شكرا لك. سأعزف قليلا ونعود. أشعر بالعطش. لماذا أردت أن نرتدي زي المدرسة؟ منذ زمن لم نرتدي ملابس المدرسة. إذن كل يوم ستفعل هذا بشعرك؟ استغرقت ساعتين. أعتقد أنك لن تفعل ذلك يوميا. متأكد أنني سأجد حلا. هل انتهيت؟ نعم.
انتظري، أنا لم أنتهي من كلامي بعد. كيف تستطيعين مقاومتي؟ أنت شخص غبي وأنا لا أشعر تجاهك إلا بالاشمئزاز. هل يكفيك هذا الوصف؟ لو نظرت إلى نفسك ستعرف السبب. تسير كالأحمق متعجرف ومغرور وتستهزئ بالضعفاء. أنت شخص مزعج. لنذهب. لا يمكن. لم يحدث. لا يمكن أبدا. لماذا لا أتذكر ما حدث بالأمس؟ المهم أن أبقى هادئة. لو أن شيئا حدث لما بدت الأمور طبيعية هكذا. هل يمكن؟ لا يمكن. لكن ماذا أفعل؟ ماذا؟ اتركنني. ابتعدنا. أنا ما زلت لطيفة. ماذا قلتِ؟ وهل تستطيعين أن تكوني غير لطيفة؟ فتاة خبيثة. طول الوقت وأنا أكره الفقراء أمثالك. أشعر أنهم يدعون أشياء لا يفعلونها في الواقع. كنت أشعر من البداية أنك فتاة لعوب، لكن ليس لهذه الدرجة. حسناً، اتركنني ثم أخبرني ماذا حدث. هل فعلت لكن شيئا سيئا؟ حقرنني. ما الأمر؟ أخبرها ماذا فعلت إذن. مخلوقات. اتركنني. تعالي. دعك. ماذا تريدن مني؟ هيا. اتركنني. إذا لم تفعلي شيئا. لقد كذبت علينا جميعا بادعائك البراءة. إن تشويهك لصورتك هو تشويه لمدرستنا التي نحافظ عليها. كيف فعلت ذلك؟ أنت حقيرة للغاية. لطخت سمعة مدرستنا ولن ندعك فيها، أتفهمين؟ شاهدوا هذا. ماذا تفعلون؟ لماذا تزعجونها هكذا؟ جامبيو اسمعني، إنها تخدعك. انظر إلى هذا لتعرفها على حقيقتها. لم يحدث هذا جامبيو. هذا غير صحيح. هناك خطأ ما. أنت هي التي في الصورة. كيف يمكن أن يكون خطأ؟ لا أعرف. أعتقد أنه تم الإيقاع به. لا أصدق. هل أنت من ذلك النوع من الناس؟ أنت حقيرة. لم أتخيل أن تصلي إلى هذا المستوى المنحط أبداً. اسمعني جوبيو، أنا لا أهتم أصلاً إن لم تكن تصدقني. وأنا لا أعرف أيضاً لماذا يجب أن أقدم لك الأعذار. عموماً هذا ليس صحيحاً. أنا لا أعرف شيئاً عنه. لدي سؤال واحد فقط. تلك الفتاة في الصورة، هل هي أنت؟ قلت إنه ليس مهما أن أصدقك، وأنا لا أصدقك. جاندي، أنا لا أريد أن أراك مجددا.
بسرعة. هيا ارحلي من مدرستنا. تعودي إلى هنا. أيتها الكاذبة. هيا غادري مدرستنا. هيا بسرعة. أتعلم أنا قلق. يبدو أنه في مزاج سيء. منذ أن تزوجت أخته لم أره بهذه الحالة. لنلحق به. هيا. أعتذر، لا يمكنني ذلك. سؤال واحد. القضية أن نعرف الفاعل الآن. ألم تقابليه في ناد ليلي؟ سألت في كل الفنادق لكن أحدا لم يعرفه. هل رأيت في غرفة الفندق شيئا غريبا أو مثيرا؟ أي شيء يدل عليه؟ رأيت جملة على المرآة. شكرا على بشأن المرآة. البارحة، شيئا كهذا، مكتوبة بأحمر الشفاه. انتظري، أحمر شفاه؟ أجل. هل يخصك؟ لا، وبالطبع ليس لذلك الشأن. إذن هناك ثالث. هل لا تتفضل علينا وتصمت؟ لا، هو محق. حسناً، الشاب في الصورة إذا لم يلتقطها، هذا يعني أن أحداً تواجد بالغرفة والتقط الصورة. تقصد الشخص الثالث؟ ماذا تفعل؟ يبدو أنه غبار لكنه لا يزول. إنه وشم. لنذهب. إلى أين ستذهبان؟ اتركيه لنا. شكرا لك. إنهم وسيمون جدا، لم أرى بشرا هكذا من قبل. لا أعرفه. أنا لا أعرفه. كيف ذلك؟ إنه زبونك المفضل. سوف يخسر كثيرا لفقده هذا الزبون. شكرا على تفهمك، هذا صحيح. انتبه، إن لم تكشف عن شخصيته سنعمل على التأكد من إغلاقنا هذا المحل. هل هذا واضح؟ ماذا؟ سنمهلك أسبوعين. فكر في سمعتنا قليلا، يكفيه أسبوع واحد. ماذا؟ أنت تمتلك ملهى آخر؟ لنبدأ في إغلاقه من الآن. لا يا صديقي، لنرقص قليلا.
العنصر، وهو المادة المتكونة من نوع واحد من الذرات، ويمتلك العنصر الكيميائي عددا ثابتا ومحددا من البروتونات في نواة ذرته، ويعرف هذا العدد بالعدد الذري للعنصر. فمثلا جميع الذرات التي تمتلك 6 بروتونات في نواتها هي ذرات عنصر الكربون، وجميع الذرات التي تمتلك 92 بروتونا في نواتها هي ذرات عنصر اليورانيوم. وعلى الرغم من احتواء جميع ذرات العنصر الواحد على نفس عدد البروتونات، فليس من اللازم احتواؤها على نفس عدد النيوترونات. تسمى مثل هذه الذرات بالنظائر. وأخيرا انتهينا. أنت ذاهبة للمنزل؟ جاندي أفيقي، علي الذهاب لمكان ما حسنا؟ جاندي، لا شيء، وداعا. لقد حلقت في الهواء. نعم لقد طارت. يا لها من عصفورة. لقد تأذت. لما كل هذا الغضب؟ لا أستطيع أن أصدق أنك حزين عليها هكذا. حتما أنا أحلم. عد إلى رشدك جون بيو. هذا شعور كاذب. كيف تنهار هكذا من أجلها؟ ماذا فعلت لتحبها هكذا؟ أنت ألست أنت صديقتها؟ كيف يمكنك أن تفعلي هذا بها؟ ها؟ لقد أخذتك مني.
عيني. لماذا تحب جانتي ولا تحبني أنا؟ لماذا أنت متعلق بها إلى هذا الحد؟ لم يحدث يا جونبيو، هذا ليس صحيحا. هناك خطأ ما. أنت هي التي في الصورة، كيف يمكن أن يكون خطأ؟ لا أعرف، أعتقد أنه تم الإيقاع بي. احرقوها. لما توقفتم؟ استمروا، لم أكتفي. توقفوا الآن، النجدة، هذا يكفي. 그땐 너무 당연한 듯 오늘 내게 안부를 묻네요. 난 그저 잘 지낸다 했죠. 그때 날 너무 모르죠. 그때 없이도 내가 괜찮을 것 같나요? لماذا تفعلون بي هذا؟ فليساعدني أحد، أرجوكم أرجوكم. توقفوا! إنه جونبيو. أنا آسف، أنا آسف. لست أنا، لم أكن أعلم. هذا لا يهم، فقط لا تتكلمي. ما زلت لا تصدقني؟ أصدقك، أنا الآن أصدقك. هذا مؤلم. لا تتحركي من فضلك. ولكن ألا تتعلمين أبدا من الماضي؟ ما كان عليك أن تقفي لهم. عند تعاملك مع الناس يجب أن تتوقعي أفعالهم. يبدو أنك ضعيفة الذكاء. هل أنت غبية؟ الظاهر أيضا أنك لا تتعلمين. ماذا تقول أنت؟ انظري لنفسك، جسدك يعاني بسببك وها هي الجروح شاهدة. أنت الذي فهمت الموضوع بأكمله بشكل خاطئ. غبي، أنت آخر واحد يقول لي هذا الكلام. أغمضي عينيك. مؤلم. اثبتي. فلتفعلي أنت ذلك. اخرج
من هنا. ابتعدي، هيا ابتعدي ابتعدي ابتعدي. اطمئن، لقد ذهبت. لماذا فعلت هذا جامبيو؟ أنت قبيحة. كيف ستكونين زوجتي؟ أتريدين أن تطردي من المدرسة؟ ها؟ لماذا تأخذ دفتري مني؟ هذا يكفي. أنت قبيحة. كيف إذن ستصبحين زوجتي؟ ابتعدي، فلتعودي فورا إلى منزلك. لماذا تفعل هذا بي؟ أرجوك كفى. لا تفعل هذا بي. لم أفعل لك شيئا. أنت لا تعرف كيف صارت حياتي منذ تلك اللحظة. لم أتقدم خطوة واحدة. كنت مرعوبة للغاية. أصبحت بائسة وخجولة. توسلت لأبي لأعود لألمانيا. كنت أجري عملية كل 2 سنين، وكان الأمر مؤلما جدا. ولكن هل تعرف ما الذي جعلني أتمسك بالحياة؟ إنها نظرتك هذه. كما تنظر إلى الحشرات أو إلى مسخ مشوه تخاف أن يلمسك. لم أنسى ذلك ولو للحظة. أنا لا أذكر هذا، لكنني متأسف. لا تقل ذلك. لا تعتذر. ليس هذا ما كنت أريد أن أسمعه منك أبدا. أرجوك اهدئي. انظر إلي. ألست جميلة؟ لقد أصبحت جميلة. ألا ترغب بي؟ لقد عدت من أجلك أنت. هذه هي اللحظة التي كنت أحلم بها. هيا قل لي إنك تريدني. قلها مرة واحدة. أخبرني أنك تريدني. أخبرني أنك أصبحت الآن ترغب بي. يا للأسف، أنت تثيرين الشفقة. أتعرفين؟ ما زلت دميمة كما كنت، بل الآن أصبحت أسوأ. على الأقل كان لديك قلبا طيبا عندما كنت طفلة. الآن أنت قبيحة من الداخل. قل لي، ماذا كنت تفعل؟ كان لدي بعض الأعمال. أعمال؟ مثل ماذا؟ لا يهم. ما بك؟ غير معقول. لماذا أنا هنا؟
ما الذي أتى بي إلى بيتك؟ إن جسدك كان ينزف، وكانت ملابسك مغطاة بالأتربة والكاتشب. هل والداك سيحبان هذا؟ أرسلت سكرتيرتي إلى منزلكم. لا تبحثي، لقد تخلصت من ملابسك، لذلك لا تحاول البحث عنها. ملابسي؟ تخلصت من ملابسي؟ كان بإمكاني غسلها وإصلاحها كما كانت. وكيف كنت ستفعلين ذلك؟ كيف سأفعل ذلك؟ عائلتي لديها مغسلة. لا تصرخي. كفى. لا ينبغي لفتاة مثلك أن ترفع صوتها. ماذا؟ لقد أصبحت غبيا من جديد. لا أبدا. اسمعي، لا تصرخي بصوت عال ثانية، فهذا لا يتناسب مع حجمك الصغير. يصبح منظرك مضحكا جدا. ماذا؟ ابتعد عني! أريني. اكشف الجرح. متعبة. استبدلت كل شيء، زي المدرسة والحذاء والحقيبة. شيء واحد فقط لم نجد مثله. اعذرينا. أعذركم؟ نعم آنستي، أتينا بواحدة أخرى. ولكنها ليست مثل دراجتي. وهذا 18,000، ولكن دراجتي عادية جدا جدا جدا، ليست بهذا الثمن. أنا آسف يا آنسة. السيد الشاب كان يريدني أن أستبدل كل شيء بنفس العلامات التجارية التي كانت لديك، وكان من المستحيل إيجاد دراجة كالتي كانت لديك. لم نستطع العثور على واحدة مثلها، لذا أرجو منك أن تقبلي هذه الدراجة. سيدي، دراجتي كانت